باعتراف الكابتن حمدي بسطان النجم التاريخي بتاعهم ان الاهلي نادي الوطنيه والكرامه، وكان معمول علشان يدافع ضد الانجليز، مش نادي حضرتك الماسونيه قلت زيهم. نادي الزمالك انشئ سنة 1911، النادي الأهلي انشئ سنة كام؟ 1907. اللي ألفوا طلبة المدارس العليا كانوا ضد الاستعمار الإنجليزي، فكونوا جمعية اسمها جمعية النادي الأهلي على أساس إنهم يضربوا الإنجليز ضد الاستعمار. ولذلك فانيلة النادي الأهلي الناس ما تعرفش ده فانيلة النادي الأهلي الحمراء دي علشان دم الإنجليز. يعني هما الأول سموه الأهلي على أساس الأهالي متجمعة. أيوه، الأهالي متجمعة. وبعدين اتضح إنهم بقى بيحاربوا الإنجليز ويضربوا الإنجليز ويقتلوا في الإنجليز، ولذلك دم الإنجليز هو دم لون الفانيلا الحمراء بتاع النادي الأهلي لحد دلوقتي. طب ما ليه نادي الزمالك اختار الفانيلا البيض؟ كنا زمان بنلبس فانيلا بيضة، وبعدين لما جه فريق الهومفيد المجري بتاع بوشكاش سنة 54 لقوا الفانيلا شيك قوي وده أحسن فرقة في العالم، فرحنا ناقلين من الأبيض للأبيض أبو خطين سنة 1954 عشان بس تتميزوا عنهم يعني. بس طبعا. وهي شهرة الزمالك جت ازاي؟ النادي الأهلي طبعا هو صاحب الشهرة الأولى. لما جينا احنا بقى كان في حاجه اسمها كاس السلطانيه، كاس السلطانيه دي كان الانجليز بتلعب فيها والمصريين، بس ايه بقى فرق الانجليز هي اللي لازم تكسب لان الحكام انجليز واللعيبه انجليز، وكان يعني استعمار سخيف شويه. فجاه المختلط ده راح اول فرقه في مصر تروح غاربه الانجليز، فقامت الدنيا وقالوا النادي الزمالك طلع الانجليز. يعني شهره المختلط على اساس ان هو غلب الانجليز لاول مره في تاريخهم في مصر، فبقت شهرته بعد النادي الاهلي على طول. عشان كده بقى فضل بقى الزمالك والأهلي على طول. بقت التنافس من هذه السنه الى النهارده. طب هو طول عمره كان اسمه نادي الزمالك؟ لا، كان اول سنه 11 كان اسمه نادي قصر النيل، وبعدين سنه 13 بقى المختلط لحد سنه 1944. في حادثه هنا بقى خلته نادي فاروق سنه 44. هي كده. كان حيدر باشا اللي هو رئيس نادينا رئيس النادي، وكان رئيس اتحاد الكوره، فالنادي الاهلي كان رئيسه حسنين باشا، فطلبوا انهم يروحوا فلسطين زمان، فحيدر باشا رئيس الاتحاد قال لا، النادي الاهلي ده ما يروحش فلسطين ابدا. فالنادي الاهلي عمل تريك كده وغير اسمه الى نادي نجوم القاهره، واسطه مين؟ عبد البقال برضه اللي بيقول لي سيادتك علي الكشاف ده. فراحوا رايحين فلسطين بدون اذن الاتحاد، فحيدر باشا رئيس نادي المختلط. فلما رجعوا من هناك سابنا احنا ناخد الدوري، وبعدين اعتذروا فدخلهم في الكاس، وانا بتشتك. وبعدين راح احنا في طريق وهم في طريق، فتقابلنا في النهايه في الفاينل، جه المباراه بين الاهلي والزمالك. بصينا لقينا حيدر باشا راح جايبنا، مش حيدر باشا ده كان جبار يعني جبروت، فجايبنا قبل الماتش بيوم وقال انا عاوزكم بامر ضروري، وراح جايبنا وقاعدين وبتاع، وراح جايب المصحف وقال كل لعيب لازم يلعب اللي عليه وبتاع، وانا عاوز الكاس المره دي مش عايزه تاني ابدا. ليه؟ قال الملك فاروق جاي الماتش عشان يتحقق ان هل حقيقي حيدر باشا بيظلم النادي الاهلي اللي بيغلب له فرقته ولا لا. فبصيت حيدر باشا ده كله مسفر، والله كده. فبصينا لقينا يوم الماتش رحنا لعبنا في ارض اتحاد القوات المسلحه في القبه، والملك فاروق حضر، وتشاء الظروف ان احنا نكسب النادي الاهلي 6-0 قدام الملك. ودي حادثه من الاحداث الكبيره اللي في تاريخ، اكبر حادثه في تاريخ نادي الزمالك. فجه مرسوم ليلا بان يطلق على النادي المختلط اسم نادي فاروق الاول. ده معناه ان هو انبسط منكم، دي جايزه منه يعني. ما هو نادي الملك فاروق كان زملكاوي. كمان يعني. طب كان طبعا بما ان حيدر باشا كان هو رئيس نادي الزمالك، اكيد كان في اجانب في النادي. لا، ده حيدر باشا اصله جه رئاسه نادي الزمالك ازاي؟ كان بيعمل عمليه في مستشفى اسمها النمساوي، اللي هي المستشفى بتاعت النقل العام اللي هي ورا دار القضاء العالي، وكان بيعمل عمليه فبيتفرج على المختلط قدامه. فالله يرحمه يوسف بيه محمد والاستاذ محمد السيد قالوا عايزين نخلص من الاجانب، وكان حيدر باشا في الوقت ده كومندان حاجه اسمها كومندان السواري، فقالوا احنا نجيب حيدر باشا
لرئاسه النادي، وهو يروح على طول مطلع الاجانب. فراحوا رايحين له وافق. راحت السلطات جايبه حضر باشا عاملاه رئيس نادي المختلط. اول قرار خده طرد الاجانب وممنوع دخول الاجانب من باب النادي. وتمصر نادي الزمالك ولن يدخلوا اجنبي.